السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض اسهل صينية كنافة بالمكسرات ممكن تعتمديها او ممكن تعمليها في حياتك. حاجة كده سهلة وبسيطة. الكنافة بتاعتنا طرية ومقرمشة في نفس الوقت، شاربة الشربات ومش محجرة، وكمان بتدوب حاجة كده اللهم بارك تحفة. وكمان الحشوة بتاعتها سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله هتطلع معاكي ممتازة واحسن وانضف كمان من اكبر محلات الحلويات، وهتنافسي بيها ان شاء الله. الكنافة زي ما انتم شايفين تحفة، حاجة كده اللهم بارك. مش تقيلة قوي، لا بالعكس خفيفة، الشربات بتاعها مظبوط. لايك للفيديو بتاع النهاردة وتابع معايا الفيديو للآخر علشان تشوفي الجمال ده عملناه ازاي. معايا اولا كده الشربات عايزين نجهزه علشان نركنه على جنب يكون بارد معايا. معايا كوبايتين من السكر لو هتعايرب الكوباية، لو هتعايرب الميزان يبقى 400 جرام. المية بتاعتنا لو هنشتغل بالكوباية يبقى كوباية ونص، لو بالميزان يبقى 300 جرام. تمام كده. معايا نص عصرة ليمونة، ولو مش متاح عندك ليمون ممكن تحط ربع معلقة من ملح الليمون، بيدي نفس النتيجة او نفس التست. بحب ادي للكنافة بالذات او الشربات بتاع الكنافة معلقتين كده من عسل النحل الابيض، بصراحة بيفرق مع معلقة عسل جلوكوز. بصراحة بيخفف الشربات قوي وبيعادل السكر او كمية السكر اللي احنا حاطينها. السكر اللي استخدمناه سكر حبيبات عادي، ممكن تستخدمي سكر تموين او سكر ابيض حبيبات موجود عندك. تمام كده. عسل الجلوكوز مش بيدوب على البارد، هنرفعه على النار على الهادي كده ونسيب الشربات من 7 ل10 دقايق، هيكون جاهز معانا. هنطفي النار وننزل بربع معلقة من الفانيليا وهنقلب الشربات بتاعنا، وكده الشربات بتاع الكنافة اصبح جاهز. هنركنه على جنب لحد ما يبرد خالص ويبقى كده تمام، انتهينا من المرحلة دي. نبدأ في المرحلة التانية، المكسرات. معايا كوباية من المكسرات المجروشة، استخدمت بس فول سوداني، والمتاح عندك حطيه، عندك لوز، عندك فستق، بندق، اللي انت حابه تحطيه حطيه. انزل كمان بربع معلقه او اسف ربع كوبايه من جوز الهند المبشور. اديتهم ضربه في الكبه، سواء جوز الهند او المكسرات، انا عايزاها تكون بالشكل ده. هنزل عليها كده بحاجه بسيطه من الفانيليا، بصراحه بتطعم معايا المكسرات قوي وبتدي لها ريحه وبتدي لها طعم تاني. خدت كده حوالي 30 جرام من الشربات اللي احنا عملناه، علشان هو ده اللي هيمسك معايا الحشوة بتاعة الكنافة ويخليها متماسكة جوه الكنافة بتاعتنا، وكمان ما يبقاش محجر قوي، ولما تيجي تقطعيه ما تلاقيهاش اتفرفتت او كل شوية من المكسرات راح في جنب. وده اهم خطوة بتعمليها، ان هي تتماسك جوه الكنافة، وبصراحة بتفرق قوي في الطعم. وما تخافيش، مش بتسكر ولا بيجرالها اي حاجة، بتبقى زي ما هي. معانا الصينية بقى اللي انا هستخدمها، انا هستخدم الصينية بتاعتي المربعة اللي هي تاني مقاس في الطقم، مقاسها مقاس 30. معايا كده 4 معالق من السمنة، ويفضل ان هي تكون سمنة بلدي، بتدي تيست حلوة قوي للكنافة او للحلويات الشرقية بمعنى اصح. والكنافة لازم يكون سمنة، ما ينفعش سمنة على زيت، وما ينفعش زيت بزبدة، لازم سمنة. تمام. الكنافة بتاعتي طلعتها من الفريزر، سبتها ربع ساعة لحد ما خلاص بدأت تكون طرية معايا، وبدأت اقطعها بايديا. انا عايزاها مشعرة، مش مهرية ولا متفرفتة ولا ضربها في الكبة مطلع عينها زي ما احنا بنعمل في انواع كتير قوي. لا، انا عايزاها شعيرات. تمام كده. هنزل عليها بحوالي كده 50 جرام من السكر البودر، يعني ربع كوباية. ويفضل ان هو يكون منخول. ولو مش متاح عندك سكر بودر مفيش مشكلة، ممكن تنزلي بسكر حبيبات عادي. المهم احنا عايزين الكنافة بتاعتنا تكون متماسكة وتكون مفرفرة، او مفلفلة بمعنى اصح، مش مكتلة ومتماسكة ومهرية. لا، اما تكون مشعرة وعلى السكر البودر بصراحة بتفرق معاكي قوي وبتطلع معاكي ممتازة. قسمت الكنافة كانت نص كيلو، قسمتها ربع وربع علشان احط الربع تحت وافرد عليه طبقة المكسرات، والربع التاني يكون فوق. تمام كده، علشان الطبقتين يكونوا متساويين، ما يكونش طبقة كبيرة عالية وطبقة تكون رقيقة، والاتنين يا اما دي هتتحرق معايا يا اما دي هتتحرق معايا. فالافضل ان انت تقسموهم على الميزان او تقسموهم بالنظر كده، ويكون ده افضل حل علشان تكون الطبقتين متساويين معاكي. هبدأ كده ان انا اساوي الوش بتاع الكنافة، والافضل ان انت تحاولي ان انت تسويها بايديكي كده عشان ما يكونش طبقة او طبقة مكلكعة من فوق او فيها تكتلات او اي حاجة. وبكيس تلاجة كده هبدأ ان انا بايديا واضغط او اكبس الكنافة بتاعتي، علشان الكنافة تكون واخدة حقها او في الكبس، ولما تيجي ان انت تقطعيها تكون متماسكة معاكي وتطلع معاكي مظبوطة. هنزل بالحشوة بتاعتي او المكسرات بتاعي في قلب الكنافة،
وحاولي وانت بتفردي الكنافة او اسفل المكسرات افرديها بالسمك، وابعدي عن الاطراف بتاعه الصينية، اولا عشان ما تتحرقش وتديلك ريحة مش مستحبة في الكنافة، وثانيا عشان لما انزل بالطبقة التانية او احط الطبقة التانية الكنافة تتمسك في ببعضها، او الطبقتين يمسكوا في بعض، ولما تيجي تقطعيها تلاقي القطعة معاكي متساوية وطالعة مظبوطة، مش خارج منها المكسرات. ولو المكسرات مقربة للطبقتين او جت على الاطراف هتلاقي الطبقتين مش ماسكين في بعض، ودي طالعه ودي طالعه. تمام. انا ما شربتش الكنافه لحد الان اي ماده دهنيه ولا عملت فيها اي حاجه. هبدا ان انا بس افرد الطبقه التانية من الكنافه واكبسها بنفس الطريقه او في نفس السمك اللي انا عملت بيه الاولانيه، بنفس الكيس التلاجة، وابدا ان انا اظبط الوش واظبطها تمام، واكبسها بقدر المستطاع، لان كل ما تكبسي الكنافه كل ما تديكي نتيجه تمام في الاخر، وبتبداي ان انت تتحكمي فيها وبتطلع معاكي ممتازه. الطريقه دي اسهل طريقه انت ممكن تعملي بيها الكنافه وهتطلع معاكي ممتازه. لو انت اول مره بتعمليها وبتواجه صعوبه فيها اعتمد الطريقه دي وان شاء الله هتطلع معاكي بيرفكت وحاجه كده اللهم بارك ممتازه جدا، هتعجبك جدا وهتبقى زي الفل. بدات ان انا اكبسها معايا كده حوالي كوبايه من السمنه، وزي ما قلت لك انا مستخدمه سمنه بلدي، اي نوع بقى انت بتفضليه، بس بتديلك تست حلو قوي وبتديلك طعم حلو قوي. هبدأ اشرب الكنافة من فوق والاطراف كمان، واحنا دهنين كمية كويسة قوي من السمنة في القاع بتاع الصينية، فالكنافة هتطلع معانا مظبوطة، مش شاربة سمنة كتير قوي ولا اي حاجة. الكمية بتاعتها ممتازة جدا زي ما انتم شايفين، هتطلع معانا ممتازة اللهم بارك. الفرن بتاعنا شغال مسبقا على درجة حرارة 200، اعلى درجة حرارة من الفرن، من تحت ومن فوق. الشبكة بتاعتنا في اول درجة من درجات او مستويات الشبكة. هندخل عليها الصينية. خدت معانا قد ايه في الفرن؟ خدت معانا نص ساعة. لفينا الصينية شمال ويمين لحد ما خدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنطلعها من الفرن بعد ما خدت التسوية المظبوطة بتاعتها، خدت 30 دقيقة معايا، وهبدأ ان انا اشربها الشربات. الشربات بتاعنا بارد زي ما انتوا شايفين، ومش تقيل قوي ولا خفيف قوي، لا القوام بتاعه ممتاز، وكمان مش عادي التسكيرة اللي هي التقيلة القوي، لان زي ما قلنا عسل الجلوكوز بيعادل السكر اللي احنا بنحطه، وكمان عسل النحل، ولو مش متاح عندك عسل نحل مفيش مشكله، مش بيفرق معاكي قوي. بس الافضل ان انت تحطيه او تحط عسل الجلوكوز، الاتنين دول. قلبت الكنافه وكمان شربتها شربات من تحت، وكانت كده اللهم بارك. سبتها تهدى وبدات اقطعها قطع زي ما انتم شايفين. الكنافه بتاعتنا تحفه جدا، طريقتها سهله وبسيطه وطعمها مميز جدا. الكنافه بتاعتنا مش محجره، شاربه الشربات بتاعنا حاجه كده تحفه اللهم بارك. اتمنى ان انت تتابعي الوصفه والفيديو للاخر. لو انت اول مره تشوفيني وتتابعيني اتمنى منك الاشتراك في القناة وكمان تفعيل زر الجرس علشان كل وصفة بنزلها ينزلك اشعار بيها. وشكرا للناس الجميلة اللي بتعلق لي تعليقاتكم على راسي من فوق وعلى دماغي من فوق، واتمنى ان وصفاتي تكون سهلة وبسيطة عليكم وتكون ممتازة معاكم. واي اي حاجة انتم محتاجين تعرفوها ابعتولي في اي تعليق، ان شاء الله هرد عليكم بسرعة جدا في أقرب وقت إن شاء الله. أي حد محتاج أي وصفة يكتب لي في التعليقات. أتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. دمتم سالمين، مشاهدة ممتعة للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.